السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لسه من شويه خلصان ماتش فلامينجو وتشيلسي في كاس العالم للانديه في دور المجموعات. فلامينجو فاز 3-1 في مفاجاه يعني غير متوقعه. بس بصراحه نتائج الفرق البرازيليه اللي في كاس العالم تخليك تستغرب هو في ايه. هي الفرق البرازيليه فعلا صعبه قويه، ولا هي بعبع على الاهلي بس؟ فهاخدك في جوله سريعه كده للفرق البرازيليه الاربعه المشاركين في كاس العالم للانديه، واقول لك نتائجهم وترتيبهم في المجموعه. طيب نبدأ كده. فلامينجو اللي لسه فايز على تشيلسي دلوقتي. فلامينجو في الجولة الأولى فاز على الترجي 2-0، والنهاردة فاز على تشيلسي 3-1 وضمن الصعود رسميا. بتتكلم في مجموعة قوية على فكرة، معاه ترجي تشيلسي، فرق مش سهلة. ومع ذلك بيفوز النهاردة 3-1 على تشيلسي وبيضمن الصعود وبيصعد كده غالبا أول مجموعة يعني. طيب نيجي لتاني فرقة، بالميراس اللي كانت مع الأهلي في المجموعة. فازت على الأهلي طبعا 2-0، وتعادلت مع بورتو اللي هو الفريق الأوروبي ركز. فاز على الفريق الأوروبي اللي معاك في المجموعة اللي هو بورتو. فهي كده بقى عندها 4 نقط وبنسبة كبيرة صعدت، لأن عندها الماتش الأخير مع إنتر ميامي. لو اتعادلت بس خلاص صعدت، يعني هي مش عايزة أي حاجة غير إنها نقطة من الماتش، ولو ما خدتش النقطة عادي برضه. طيب فلومينينسي مشارك برضه. فلومينينسي مع المجموعة بتاعته إلسانو صن داونز وبروسيا دورتموند. طبعا في الجولة الأولانية تعادل مع بروسيا دورتموند، ودي برضه الفرقة الأوروبية اللي هو أتقل فرقة في المجموعة يعتبر. فهو كده عنده إلسانو وعنده صن داونز، يعني لو خد 3 نقط من هنا أو من هنا هيبقى ضمن الصعود برضه وهيصعد عادي. طيب نيجي لبوتفاجو. بوتفاجو ده بصراحة من وجهة نظري أنا ده مفاجأة كأس العالم، يعني بصراحة إنك تفوز على باريس سان جيرمان 1-0 اللي هي بطل أوروبا. ودينا كلنا اتفرجنا على كرة باريس وبتعمل إيه وفازت إزاي. واحدة باريس سان جيرمان فايز 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا، نهائي دوري أبطال أوروبا اللي هو أقوى بطولة موجودة حاليا. فاز على إنتر ميلان، مش فاز على فرقة عادية كمان. فبوتفاجو فاز على باريس سان جيرمان 1-0، وفاز على سياتل في الجولة الأولى 2-1 وصعد رسميا برضه أول مجموعة. فالموضوع يخليك برضه تشك هو في حاجة غريبة بتحصل، يعني الفرق الأوروبية مالها، أو ليه فرق أمريكا الجنوبية عموما جاية فايقة عليك أوي كده وبيتصدروا كل مجموعاتهم تقريبا وكلهم صعدوا. فأنا من وجهة نظري طبعا اللي حاصل ده بسبب إن الدوري البرازيلي بدأ في شهر 3 أصلا. يعني الفرق دي كلها جايلك في التوب برايم بتاعها، ودي نبهت عليها لما كنا بنلعب بالميراس. قبل ما نلعب بالميراس قلت لك يا صاحبي ان الفرقه دي جايه، هي جايبه التوب بتاعها. الناس دي بادئه الدوري بتاعها في شهر 3. انت واحد مخلص الدوري بتاعك وجاي مخلص دوري ودوري ابطال، واذا كان الفرقه الاوروبيه نفس القصه مخلصين دوري ودوري ابطال وكاس، مخلصين الموسم بتاعه كله وجاي بيلعبك في كاس العالم للانديه اللي هو في الصيف. عكس الفرق البرازيليه بقى والفرق امريكا الجنوبيه كلهم جايين بعد ما خلصوا. فدي وجهه